الزمهلاوي جاي يقول لك اني بطالب بالاحتلال الانجليزي لاتحاد الكره المصري. يعني اتحاد الكره المصري ده حله انه يجي له احتلال انجليزي. احتلال انجليزي يجي يمسك لجنه المسابقات، يمسك لجنه الحكام، يمسك اتحاد الكره بدل جمال علام. ولا تقول لي بقى لا اهلي ولا زمالك ولا حازم امام ولا محمد بركات ولا الحاج عامر حسين ولا الاشكال ولا الناس المحترمه دي خالص. احنا عايزين احتلال انجليزي. اتمنى ان الانجليز يجوا يحتلوا اتحاد الكره المصري علشان يديروه بطريقه احترافيه، بطريقه ما فيهاش اهلي وزمالك ولا مجاملات، بطريقه يعني ترضي كل الجماهير المصريه. عايزين اتحاد كره قوي، وطبعا الاتحاد المصري كله مجاملات. الراجل اللي اسمه جايبينه فيتوريا ده عمال يختار اختيارات عابطه واختبارات مالهاش 30 لازمه. محمد شريف ما جابوش. احمد عبد القادر طبعا الاهلي كولر قعده ما خدوش. محمد صبحي اللي ما بيلعبش خده. فتوح اللي ما بيلعبش خده. حسين الشحات طب ما انت واخد احمد الشناوي مصاب بالسنه لما يخف، طب ما كنت تاخد حسين الشحات، ما خدوش. انا مش عارف اتحاد الكره ده بيفكر ازاي. فانا بطالب ان اتحاد الكره ده يمسكوا انجليز في كل اللجان. يعني ان هو رئيس النادي يبقى انجليزي، هاتوا ناس ده فلوس ادفعوا لها مرتبات. لجنه الحكام انجليز، لجنه مسابقات انجليز، ولا تاجيلات ولا. نفسي اتحاد الكره ده يختفي خالص ويجيبوا لجنه انجليزيه خالصه خلصانه تدير اتحاد الكره المصري. يا جماعه احنا بنرجع لورا، مش هنتقدم خالص بسبب الوجوه اللي موجوده في الكره المصريه على الوش. خلي بالك الناس اللي موجوده دي ده في ناس في ظهرها وراها عايزه تغزها كده وتخرجها وتخش مكانها. اتحاد الكره المصري عليه خناقات بالهبل علشان كله طمعان في اتحاد الكره المصري. انا مش عارف ليه. يعني اتحاد الكره المصري اللي فاشل في اداره الكره المصريه بيتخانقوا على الكرسي بتاعه، على اللجان بتاعته الفاشله. فانا امنيتي كزمهلاوي ان اتحاد الكره ده يحتل من قبل لجنه انجليزيه تيجي تمشي اتحاد الكره وتاخد فلوس وتقبض عادي جدا، لكن هتدير اتحاد الكره صح. تجيب لنا حكام من بره، تجيب لنا حد يمسك لجنه المسابقات بدل عامر حسين وحتى لجنه الحكام. الكلام ده كله نفسي يجي لنا احتلال انجليزي. اتمنى من اتحاد الكره المصري يخلي عنده يعني شويه من الاحمر كده. ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه. انتوا عالة على الكره المصريه وانتوا هتنزلونا لتحت. عايزين نعلى بقينا نرجع نواطن طاطن. هاتوا لنا لجنه تمسك اتحاد الكره المصري، انجليز، فرنسويين، عفاريت زرق، ناس عندها فن الاداره. لكن باللي بيحصل ده انا متهيألي المنتخب المصري في بطوله الامم الافريقيه هيلعب بالروح بس، اختيارات غلط في غلط واللعيبه ما اتاخدتش، وحاجه صعبه جدا. انا مش فاهم يعني فيتوريا ده انت جاي تغرقنا ولا انت جاي تعمل فينا ايه بسبب اتحاد الكوره؟ فاللي معايا ان اتحاد الكوره ده يختفي ويجي اتحاد كوره انجليزي يحتل اتحاد الكوره المصري ويدير الكوره المصريه عشان تنهض. الكوره المصريه مش هتنهض غير كده. يا لجنه انجليزيه كامله من اول واحد في اتحاد الكوره لحد اصغر واحد، يا المانيا يا فرنسا يا اسبانيا. 4 دول: انجلترا، اسبانيا، فرنسا، المانيا. اي لجنه تيجي تدير اتحاد الكوره من ال4 دول دول هتلاقي المنتخب المصري وهتلاقي المنتخبات المصريه وهتلاقي الكره المصريه في الطب. اللي معايا وموافقني يقول لي في الكومنتات، وما تنساش تتابعنا وتعمل لايك عشان نقدر ننتشر لاغلب الناس. السلام عليكم.